ايه يا جدعان الماتش ده؟ ماتش عالمي، ماتش عالمي. الاهلي عمل ماتش حلو قوي. الزمالك ما لعبش، الزمالك ما جاش النهارده الماتش ده للاسف. الزمالك طول ال 90 دقيقه ما عملش غير 3 هجمات. هجمه عودية الدباغ حط رجله فيها، ياسين مرعي طق ضربه جزاء. الهجمه التانيه اللي كانت كام باصه واتلعبت بالعرض وبن شرقي طلعها، واخر هجمه اللي جت في العارضه. بس طول الماتش الاهلي ماسك الماتش، طول الماتش. بس احنا ما عندناش حد بيخلص كاهلي. مفيش. حاطط لي طاهر اصلا ومروان عطيه مش شايفين من اول الماتش، الاتنين مش شايفين قدامهم. مفيش باصه طلعت من رجلهم صح. حاطط لي طاهر. طب كل اللي نيجي نتكلم عن طاهر يقعد يقول لك ايه، اصل طاهر بيدافع كويس. طب بيدافع على مين؟ مين اصلا اللي بيدافع عليه طاهر؟ مين اللي في خط طاهر؟ ادم كايد ده لعيب ابيض. لعيب اصلا مش في مكانه. اللعيب ده بيلعب خط نص، ويلعب خط نص لعيب تعبان. يلعب في الفرق اللي هي في منتصف الجدول دي. لعيب مش كواليتي عالي خالص. انت بقى منزل لي طاهر ليه؟ هيدافع على مين اصلا؟ ده هم اصلا اليمه دي الوينج الشمال للزمالك، اللي هي اليمين بالنسبه للاهلي. ما فيش. هم بيلعبوش غير على الواد البرازيلي، والواد البرازيلي انا قلت مليون مره ده لو لف وشه وادى وشه للمدافع هياكله. طول ما هو مدي ظهره للمدافع، المدافع هيعرف ياخد منه الكوره. وده اللي عمله كوكا. كل ما يجي يستلم الكوره دب يقوم داخل في ظهره قلبه على وشه. دب داخل في ظهره قلبه على وشه. مفيش. مش عارف يعمل حاجه ولا هيعرف يعمل حاجه. ادام انت مش مديله الفرصه انه يستلم مش هيعرف يعمل حاجه. ماتش حلو. حسين الشحات يا جماعه نزل قلب الماتش. لعبه في مكانه. محمد شريف كويس، حمدنا ربنا وبوسنا ايدينا وش وظهر ان هو وقف على الكرة ما شاطهاش، ولم حسام عبد المجيد ونيمه وبصاها ريحها جون. هجمه بعد كده حسين طق ضربة جزاء، وضربة جزاء هي داخل الولد مديله شلوط في بطنه ضربة جزاء. الزمالك ما لعبش ب2 جنيه كورة النهارده. الاهلي لعب ماتش حلو قوي. تريزيجيه عارف انت تريزيجيه بيموت نفسه، عايز يثبت نفسه بس على الهادي. يا تريزيجيه في كور ممكن نبصيها على الهادي. بن شرقي حسيت انه بيلعب بالشوكه والسكينه النهارده، بس عمل ماتش كويس. احمد عبد القادر محتاج ياخد وقت اكتر من كده. احنا عندنا خط النص فيه مشكله يا جماعه. خط النص يعني مروان عطيه مش في المود خالص. ديانج نزل عمل ماتش كويس. الماتش مجمل كويس. انت كده خلاص فرقت. اه لو بقى الفرق بينك وبين الزمالك بونت. لو لعبت الماتش اللي متأجل لك انت كده كده لعبت. يعني الزمالك لما هيبقى باي في جولة، انت هتلعب الجولة دي لان انت كنت باي خلاص. الجولة الرابعة كنت انت باي فيها. اما انت بقى عشان كده الزمالك سابق عندك الماتش. اما الزمالك يبقى باي، انت تلعب الجولة دي خدت 3 بونت، فرقت ب2 بونت عن الزمالك. وخدت صدارة الدوري. اه كان ماتش مهم. كان ماتش لازم يخلص كده عشان الاهلي يفوق، يبقى مكسب ماتشين ورا بعض، فوق اللعيبة شوية. لغاية هنا أكون أنا خلصت الحلقة بتاعتي. لو وصلت معايا لغاية هنا ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة وتتابع معانا كل جديد. سلام.